خلاص الحواله وصلت. عليكم. ماشي، عليكم السلام. عندك شغل هنا يا ابو عمو؟ شغل ايه بمنظرك ده بالجلابيه؟ انت شكلك فلاح يا عم بالجلابيه اللي انت لابسها دي. الجلابيه دي ما بيلبسهاش غير الناس الزينه. اتفضل يا أبو عم. كويس ان انت جيت يا ابو عمو. بيغلط في الجلابيه وفي الناس الصعايده. ليه يا واد عمي مالكش صالح انت بالجلابيه؟ لو انت صاحب مكان وحد دخل عليك بالمنظر ده تشغله عندك؟ انضف واحد ده، انت ما تعرفش ده يقف يشتغل احسن منك ومني ومن اي حد. انت ما تعلمش ده عنده ايه ولا ظروفه ايه. ما تشغله يا جدع. واحد زي ده بينزل يقف في الغيط من 6 الصبح لحد المغرب عشان يطلع لك اللبس اللي انت بتلبسه ده. ما اللبس ده من القطن يا حبيبي، القطن ده بيزرعوه هو، صح ولا غلط؟ صح. يعني انت تتشرف ان انت فلاح ياض، صح ولا غلط ياض؟ اكيد. طب انت عايز ايه دلوقتي؟ عايز يشتغل يا جدع، واقول لك على حاجه، مش هيشتغل عندك والله ما يشتغل عندك. حساب الشاي 50 جنيه معاك، وخلي الباقي عشانك عشان تعرف ان الفلاحين وابو جلابيه كرمك. تعال انا اشغلك معايا في مكتب العقارات. عرفتونا يا ولاد عمو.